هل يستحق لامين يامال التتويج بالكرة الذهبية هذا العام؟ أكاد أجزم بأنها ستكون جريمة كروية بكل ما تعنيه الكلمة. ماذا حقق لامين يستحق عليه التتويج بالكرة الذهبية؟ لن أجامل في الباطل من أجل تحقيق المشاهدات. لامين حقق هذا الموسم 3 بطولات محلية، وكان هو النجم الأول والأقوى في فريقه بلا نقاش. ولكن هل هذه الأرقام كافية لجني اللاعب الكرة الذهبية؟ إن كنت ترى أنه يستحقها فأنت منافق، أما إن كنت رجلا حكيم ذو عقل ناضج فبالطبع سترى أنه لا يستحقها. دعني أوضح لك الأمر يا ذا الوجه الحسن. في العام الماضي حقق الفهد الأسمر فينيسيوس جونيور دوري وسوبر إسباني بالإضافة إلى 3 بطولات قارية مثل دوري أبطال أوروبا وسوبر أوروبي وكأس القارات. وأيضا لم يكتفي بهذا فقط، بل أنه استطاع أن يعبث بجميع الفرق الأوروبية بما فيهم فريق لامين ورفاقه، ورغم كل ذلك لم يحقق الجائزة في النهاية. وأخيرا الأمر متروك لك، اترك لنا رأيك في التعليقات. هل يستحق لامين يامال التتويج بالكرة الذهبية أم لا؟ ودعنا نتناقش سويا، وإلى اللقاء.